السلام عليكم. يروي أحد كبار السن مثلا على شكل حوار بين شخصين، قال فيه الأول: بكم بعت صاحبك؟ فرد عليه الآخر: بعته ب90 زلة. فقال الأول: أرخصته. تأملت هذا المثل كثيرا، فذهلت من ذلك الصديق الذي غفر لصديقه 89 زلة، ثم بعد زلته 90 تخلى عن صداقته. وعجبت أكثر من الشخص الآخر الذي لامه على بيع صاحبه ب90 زلة، وكأنه يقول له: كان عليك أن تتحمل أكثر، ف90 زلة ليست ثمنا مناسبا لصاحبك، لقد أرخصت قيمته. ترى كم يساوي صاحبي أو صاحبك من الزلات؟ بل كم يساوي إذا كان قريبا أو صهرا أو أختا أو أخا أو زوجا أو زوجة؟ بكم زلة قد يبيع أحدنا أمه أو أباه؟ بكم؟ إن من يتأمل واقعنا اليوم ويعرف القليل من أحوال الناس في المجتمع والقطيعة التي دبت في أوساط الناس سيجد من باع صاحبه أو قريبه أو حتى أحد والديه بزلة واحدة، بل هناك من باع كل ذلك بلا ذنب سوى أنه أساء الظن أو أطاع نماما كذابا. ترى هل سنراجع مبيعاتنا الماضية من الأصدقاء والأقارب والأهل والأخوات وننظر بكم بعناها، ثم نعلم أننا بخسناهم أثمانهم وبعنا الثمين بلا ثمن؟ ترى هل سنرفع سقف أسعار من لا زالوا قريبين منا؟ إن القيمة الحقيقية لأي شخص تربطك به علاقة لن تشعر بها إلا في حالة فقدانك له بالوفاة، فلا تبع علاقاتك بأي عدد من الزلات مهما كثرت. وتذكر قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلا جدوى من قبلة اعتذار على جبين ميت غادر الحياة. استلطفوا بعضكم البعض وأنتم أحياء. امحي الخطايا لتستمر الأخوة، ولا تمحي الأخوة من أجل الخطأ. سئل حكيم: كيف تعرف أخاك؟ فقال: يحمل همي ويسأل عني ويسد خللي ويغفر زللي ويذكرني بربي. فقيل له: فكيف تكافئه؟ قال: أدعو له بظهر الغيب. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: مثل الأخوة في الله كمثل العين واليد، إذا بكت العين مسحتها اليد، وإذا تألمت اليد بكت لأجلها العين. فاللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، واجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.